ممكن تقابلي شخص يعجب بيكي فعلا، وممكن كمان يقول لك كلام حلو وانت محتاجه تسمعيه، وممكن يكون صريح معاكي ويقول لك ان رغم اعجابي بيكي لكن انا مش مستعد للارتباط دلوقتي. طبعا ده كومبو هايل، راجل معجب بيا وبيعاملني بلطف وصريح معايا، ايه المانع بقى ان احنا نصبر عليه لحد ما يكون مستعد للارتباط؟ هنا انت من خارج الحكايه بتشوف انكم عادي لما تتعاملوا كاصدقاء، لكن من الداخل وعلى مستوى لا واعي بتكوني متعشمه على ضوء انه يغير نيته ويكون جاهز. طبعا من هنا لحد ما يكون جاهز انت بتكوني متاحه طول الوقت، بتحاولي تظهري افضل نسخه منك وانت بتتعاملي معاه علشان لما ينوي يستقر يكون ما عندوش خيار غيرك. طبعا ده امر في غايه الخطوره عليكي. خليني اقول لك على سر عن الرجاله، لو فضل معاك على علاقه وهو بيقول لك انه مش عايز يرتبط، وجه بعد فتره قال لك تعالي نرتبط من باب انه ما عندوش خيار غيرك، ده مش معناه ان هو وقع في حبك، ده معناه ان هو معاكي كاختيار متاح وسهل كمان. واحد جعان وما كانش عايز ياكل غير كباب، ولما زهق من انتظار الكباب قرر ياكل من طبق الفول اللي محطوط في التلاجة بقاله فترة. اختيار افتراضي بيلجأ اليه كتير من الرجالة اللي بتزهق من البحث عن حبيب حقيقي. حتى لو ارتبط بيكي صدقيني هيتعامل معاكي بطريقة اقل من اللي انت تستحقيها، لانك انت رضيتي ان انت تكوني اختيار متاح لشخص ما عندوش اختيارات تانية. صدقيني الراجل لو حبك بجد بيعمل كل المستحيل علشان يرتبط بيكي، حتى لو كان عنده ظروف تمنعه او مخاوف تعطله. خليش نفسك متاحه لشخص مش جاهز على امل انه يتغير او يكون شجاع ويقدر ياخد قرار علشانك. انت تستحقي انسان يعرف قيمتك ويقدرك ويقولك انا عايز ارتبط بيكي دونا عن الناس كلها. وعلشان توصلي ان انت تلاقي الراجل اللي يشتريكي مش اللي معجب بيكي، الراجل اللي ربنا شايلهولك، لازم تكوني عندك الوعي الكافي بنفسك لاداره افكارك ومشاعرك واحتياجاتك العاطفيه، علشان ما تكونيش مجرد اختيار. ونصيحه مني ليكي، صلي كل يوم ركعتين بالليل قبل ما تنامي وقولوا له يا رب انا ما بعرفش اختار، يا رب اختار لي انت. بس كده، سلام عليكم.